تحول دراماتيكي في مسار الحرب الروسية الأوكرانية، وهو تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بالقنابل العنقودية. القنابل العنقودية محظورة في أكثر من 100 دولة حول العالم، بما فيها دول داخل أوروبا نفسها. محدش عارف المبرر الغريب اللي أمريكا وافقت لأوكرانيا على منحها هذه القنابل. روسيا من جانبها ردت على هذه الخطوة، اللي انا شايفها تحول دراماتيكي في الحرب الاوكرانيه الروسيه. ردت وقالت ان احنا سنرد باقوى من القنابل العنقوديه. القنابل العنقوديه زي ما ممكن حضراتكم شايفين في الفيديو، يعني هي قنابل مدمره في الحقيقه. آه، عباره عن قنبله رئيسيه داخلها عشرات القنابل اللي بتنفجر على مساحات واسعه جدا. احيانا بتمتد على اكثر من كيلو متر، بتغطي منطقه التفجيرات بتاعتها. الشاهد في هذا الموضوع في الحقيقة هو مخزون الموجود من الأسلحة لدى الشركات الأمريكية. عايزة تصرف هذا المخزون، فشايفة أن الحرب في أوكرانيا فرصة جيدة، وخاصة أن اللي بيمول هذه الحرب هو حلف الناتو أو أوروبا بشكل عام. هي اللي بتدفع الفلوس وهي اللي بتدفع الدعم اللازم لشراء الأسلحة، اللي الناس بتقدرها حتى هذه اللحظة بأكثر من 5 إلى 8 مليار دولار حجم التكلفة الشهرية للحرب الأوكرانية. أنا في تصوري أن هذه الخطوة هي البداية لحرب عالمية ثالثة، والكلام ده مش أنا اللي بقوله، في الحقيقة المحللين والمتابعين العسكريين لمسار الحرب الأوكرانية الروسية، وخاصة أن روسيا واقف معاها بشكل رئيسي وداعم كوريا الشمالية والصين. وطبعا دول قوتين في مجال التسليح العسكري، يعني قوتين ضخمتين جدا في الحقيقة. نقدر نقول ان هم بيوازوا حلف الناتو، بل ان هم بيزيدوا كمان من حيث القوة. ف وهذا التحالف معلن بين روسيا وبين كوريا الشمالية وبين الصين، ومعاهم كمان إيران، الحليف الشبه الدائم لروسيا. أعتقد أن تحالف قوي جدا، قادر ان هو يعني يغلب التحالف بتاع الناتو والولايات المتحده الامريكيه. مش عايزين نسبق الاحداث، لكن الخطوه دي في الحقيقه مفاجاه وخطوه صادمه، وواضح ان العناد بتاع زيلينسكي سيقود الى هلاك اوكرانيا. يمكن هنا بيحضرني الموقف التاريخي للزعيم الراحل محمد انور السادات لما حصلت ازمه الثغره في حرب اكتوبر، واعلن وقف اطلاق النار، وقال كده صراحه ان ما عنديش استعداد احارب امريكا، لان امريكا بقدراتها العسكريه الجباره في ذلك الوقت كان صعب ان احنا ندخل في حرب مباشره معاها. طبعا هي كانت الداعم والراعي الرئيسي لاسرائيل. اعتقد ان ذكاء هذا القائد الزعيم الراحل محمد انور السادات هو غائب تماما عن فكر زيلينسكي، اللي يعني شايف نفسه بطل وزعيم شعبي، والناتو كمان بيشجعه. اعتقد ان هو مخطئ تماما وسيقود بلاده الى نهايه ماساويه في الحياه. خلونا نشوف ونتابع مسار الحرب والتحول الدراماتيكي اللي حصل بعد دعم امريكا بالقنابل العنقوديه، ونشوف ساحه المعارك هتتحول ازاي ميدانيا. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي هنا.